سلام، شكون اللي حاب لاتاي كيف بحالي سورتو كيكون هكا مع سفنج خميره ولا الخفاف كما يقولوا في بعض المناطق. ولا حبيتي سفنج تاعك يجي خفيف عليك على هذا الفيديو وتبعي الفيديو حتى الاخر خطوه بخطوه. وقبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني. نقولوا بسم الله نبداو في تحضير الوصفه. اول حاجه نحتاجو عندي 4 كيسان تاع فرينه، 2 كيسان تاع ماء دافي، مغرفه كبيره تاع السكر، نص مغرفه كبيره تاع خميره الخبز والملح. اول حاجه نحطو 2 كيسان تاع الماء دافي، زاليهم نص مغرفه تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع سكر، نخلطوهم مع بعضهم يذوبوا لنا شويه في الماء. من بعد نضيف الكاس الاول تاع الفارينه ونغربلو، نحاول نغربلو باش ما يبقاولناش هذوك الحبات ونخلطو. بعد هنا ضفت الكاس الثاني، ونحاول نخلط مليح الخليط تاعي حتى يولي كيما هكا، حتى يتحلل ليه كامل هذيك الفارينه مع الخليط تاعي وما يبقاوليش حبات. لازم نحاول نخلطها مليح، هذه المرحله مهمه بزاف في العمل في الخفاف تاعنا. من بعد نغطيوها بكيس بلاستيكي ولا ونديروا عليها طرشون ونخليوها لمده حتى يضاعف الحجم تاعها، يعني كل بلاصه على حسب السخانه. تقدري تخليها 10 دقائق، تقدري اكثر تقدري اقل، المهم حتى يضاعف الحجم تاعها. من بعد كما راكم تشوفوا هنا ضاعف لي الحجم تاعها. من بعد نجيبو ما نجيبوش خلاص ما نزيدوش نخبطو بالفوي، نخبطو هكذا بمغرف ولا نحاولوا نديروا هذا بهذه الطريقه حتى باش يجينا خفيف السفنج تاعنا. هنا نزيدلو الملح على حساب الرغبه، يعني كل واحد كيفاش يحب ياكل. ونحاولوا نخلطوا هنايا مليح الخليط تاعنا، نزيدو يعني هكا من الفوق للتحت بسرعه شويه ماشي بالعقل. انا اكثر من 10 دقائق وانا نخلط فيه. من بعد نزيد نضيف الفارينه تاعي المتبقيه. هنا نضيفه غير بشويه، كاين فارينه اللي تنشف وكاين فارينه اللي يعني ما تشربش. ونزيد نخلط مليح هكا بسباتيولا مغرف، نخلطو مليح الخليط تاعنا. نحاولوا هكا نخبطوا شويه باش ندخلوا الهواء ويجينا خفيف. انا هنا اكتفيت بثلاث كيسان بك. لازم تحصلوا على عجينه تكون بزاف ما تكونش كامل يابسه، تكون هنا الفارينه تاعي تشرب بزاف تنشف، يعني تمتم تنشف. نعاودوا نغطوها ونزيدو نخليوها حتى يضاعف الحجم تاعها مره واحده اخرى. هنا كي زاد ضاعف لي الحجم تاعها، هنايا دوكا نبدا نخدم بيدي. هنا نحاولوا كي نهبطوا العجين تاعنا نبداو نخبطوها هكذا من الفوق للتحت، نخبطو قد ما قدرنا. هنايا تقدري حتى ل10 دقائق وانت تخبطي نورمال، يعني قد ما خبطتي هكا قد ما يجي خفيف. من بعد نعاود نغطيه
وثاني نزيد نخليه يزيد يرتاح شويه، يعني حتى يزيد ضاعف لي الحجم نتاعو. هنا نكتفيو بهذه المرحله ونروحو نقليو السفنج تاعنا. هنايا ندير شويه زيت في يدي، تكون النار ماهي متوسطه ماهي عاليه بزاف، نورمال. باك ندير شويه تاع الزيت. كاين اللي يدير الماء، جربت ندير الماء، ولكن الماء بعد كي تعودي تلوحي في هذيك العجين تاعك داخل الزيت راح يطرش لك هذاك الزيت سخون ويحرقك. فضل يعني واحد يدير بالزيت خير، يعني بدل ما تغسلي يدك في الماء ديريها في الزيت احسن، باش ما يطرش بك هذاك الزيت، الماء مع الزيت. هنايا نديرو بها، كاين نديرو بهذا الشكل، نديرو له ثقبه هكا في الوسط، ولا نديرو كيما نديرو تاع برا هكا بشكل بالطول كيما درت هنايا. ومن بعد نسرحها بزوج مغارف بك، حاول نسرحها شويه. وهذا هو السفنج تاعنا تاع نهار اليوم، والوصفه تاعنا اللي نهار اليوم تاني. يجي خفيف بزاف. هنا حنقسم الحبه بك باش تشوفوا كيفاش يجي خفيف من داخل، ما يجيش ما يجيش فيه العجين بزاف. كما راكم تشوفوا يجي بزاف خفيف. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش ديروا ابوني وجيم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.